ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا شفنا الدقيق، يبقى اعرفوا على طول اللي انا هعمل مخبوزات. تمام. انا هنا هعمل لكم عيش بلحمه، وهعمل عيش بالصدق بطريقه سهله جدا وبسيطه قوي. ده كان معايا حوالي كيلو وربع دقيق. حطيت عليه معلقه سكر، وحطيت عليه معلقه ملح، وهحط عليه المكون الجبار ده معلقه بيكنج باودر. عايزه اقول لكم هيخلي العجينه بتاعتي هشه وزي العسل. والله العجينه هيخليها العيش يتاكل حتى من غير اي حشوات. هنا كنت عملت حفرة في النص كده، وفضيت الخميرة بتاعتي، والمية بتاعتي لازم تبقى دافية عشان انا بوريكم اللي الخميرة اتفعلت. لازم المية تبقى زي دمعة العين، تكون دافية. هنا كنت عجنتها بس طبعا ملزقة، فعشان الم العجينة بتاعتي هحط شوية زيت عشان يلمولي العجينة واعرف اللي انا امسكها. تمام. الزيت ده برضو بيخلي العجينة قوامها حلوة قوي من غير ما تلزق في ايدك. بص انا هنا اللهم بارك كنت بلمها بس كانت تقيلة، فطبعا الدبلة وقعت. فنصيحة اللي بتعجب ما تلبس اي حاجة في ايديها. انا هنا لميت العجينة اهو، بسيبها بقى عشان تتخمر. بوريكم الملمس بتاعها ما شاء الله، وما بتلزقش في ايدي. وطبعا هغطيها اسيبها تخمر براحتها. هنا بقى الحشوات، كان عندي حبة لحمة مفرومة، وكان عندي حبة صدق. هنا حطيت على اللحمة بقدونس. تمام. وهحط البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسمر، كبابة صيني، بحب احط كبابة صيني قوي على اللحوم، وشعرة قرفة صغننة خالص. تمام. وبهارات لحمة، وكنت طبعا فرمة البصل ومعاها قرن فلفل حلو كده، وتنتوف التوم زي ما احنا شايفين كده، بتديها برضو تست حلوة قوي. تمام. النصيحة مني، اللحمة هتعملي مثلا نص كيلو لحمة، اعملي عليه نص كيلو بصل. لازم البصل يكون قد اللحمة، بيبقى حلو قوي قوي في العيش بلحمة. هنا كنت عجنت اللحمة، وزي ما انتوا شفتوا كده كنت سمختها خالص، خليتها عجينة. وكان عندي حشوة الصدق بقى احط عليها. نقلتها بولة كبيرة كده، احط عليها بقى فلفل، واحط عليها طماطم، واحط عليها زيتون. تمام. وبرضو هبهر الخليط الجامد بتاعي ده. طبعا الصدوق اساسا بيبقى فيه ملح شوية، بس طبعا انا لازم احط بهارات عشان الخضار اللي انا حطيته. هحط بقى فلفل اسمر، ملح، نفس الكلام برضو كبابة صيني، بهارات لحمة. تمام. وهقلب كل الميكس الجامد ده على بعضه. عايزة تحطي جبن حطي، بس انا بصراحة ما كنتش حابة ان انا الحشوة دي احط فيها جبن. تمام. وتقليبة حلوة كده يا قمر، هتلاقي احلى حشوة معاكي. عايزه اقول لكم يا حبايبي، انا من نوع انا وولادي ما ملناش في الخضار قوي، فهتلاقوني من القليل قوي اللي انا بعمل طبيخ وخضار. هتلاقي معظم اكلنا كده. وانا عارفه ان ده غلط مش صح، بس ايه عشان ما تستغربوش، بس ان انا مش بعمل خضار كتير. بصوا هنا العجينه اللهم بارك كانت زي العسل. والله يا جماعه عامله شبه الكيكه. وطبعا فردت المفرش السيليكون بتاعي بتاع العجن. ودي السيجان دي انا جايباها بخبز فيها، بتبقى حلوه قوي في الفرن، مش بتلزق معايا العجينه. وبرده زياده امان بحب ان انا ادهنها زيت كده كلها. بتخبز معايا حلوة قوي، المخبوزات بتطلعها حلوة قوي. وطبعا البخاخة دي اساسي عشان العيش يستوى ويطلع بخار كده لما تبخيه في الفرن. هنا بقى دي بفرده على المفرش السيليكون بتاعي. فين يا بنات بقى الاشتراكات واللايك؟ انا عايزاكم تشجعوني، واللي محتاجة مني اي وصفة تكتبلي في الكومنتات، وانا اعمل لكم اي وصفة انتوا عايزينها. و... ويا ريت يعني فرحوني كده باللايك، وفرحوني بالاشتراك. هنا بقى انا كنت قسمت او الرغيف بتاعي كده، بقسم الرغيف لجزئين، بيبقى جزء تحت وجزء فوق الكفر بتاعه. وبفرده كده كويس قوي بالدقيق عشان برضو ما يلزقش في ايدي. عايزه اقول لكم العجينه كانت زي العسل، والله ما بارك كانت بتتفرد معايا بكل سهوله. انا هنا بفرد اللحمه بتاعتي، واحط عليها برضو شويه طماطم وشويه فلفل وشويه زيتون. بتديها طعم حلو اوي. انا بحب الطماطم احطها كده احس بيها في الرغيف. ما بحبش اللي انا افرمها في الكبة، او وانا بسمغ اللحمة اقعد اقلبها مع اللحمة. انا بحب احطها كده عشان احس بيها، وانا لما يستوي بحبها صحيحة يعني.
بتفرق في الطعم على فكرة. هنا بقى يا بنات كنت بقفل الرغيف بتاعي كده، بتنيه من الجناب وبفرزه زي ما انتم شايفين بالنشابة. في فكرة حلوة قوي قوي. تجيبي شوكة وتاخدي الحروف كده بتاعة الرغيف، هتلاقيه اتقفل معاكي وفي نفس الوقت عطى شكل حلو قوي، احسن ما تبرمي العيش من الحروف وبعد كده يجي الولاد تلاقيهم بيرموا الحرف ده. بصوا انفضه كويس قوي من الدقيق واحطه في الصاج بتاعي. وهعمل برضو معاكم واحد صدق. وزي ما اتفقنا الصدوق، عايزه تحطي عليه جبن حطي براحتك، بس انا ما حبيتش الحشوه دي بصراحه احط فيها جبن. كنت بفردها كده وهحط بقى الحشوه بتاعتي الجباره. عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه واتنسف نسف والله. الحاجه يا بنات لما بتتعمل في البيت بتبقى طعمها حلو قوي احسن من اللي بره، وانتي ضامنه بتاكلي ولادك حاجه نظيفه. وفي نفس الوقت كانوا بيقولوا لنا زمان العجين في البيت بيبقى بيجي بخير بصراحه. العجينة كده لما تقفي تعجني وكده بتطلع اي طاقة سلبية، وبتحسي بخير في البيت كده. ريحة العجين وريحة الخبيز في البيت بتبقى حلوة قوي. جربوها والله ولا متعبة ولا حاجة، يعني زي ما بتقفي بتعملي اي اكل. هنا انا كنت حطيت العيش بتاعي في السجان. الطبق ده كان جوزي جايبهولي، عايزه اقول لكم ادمان المخلل اللي هو المتحبش ده. بصوا جماله كان مشكل بقى، خيار على فلفل على جزر، كان حلو قوي. طبعا حواوشي يعني لازم جنبه مخلل زي ما انتم شايفين كده. كنت برش العجينة واللهم بارك. بصوا العيش طالع زي العسل. انا بحب التحمير كده قوي، ما بحبش بصراحة ان انا احروق الرغيف. عايزة اقول لكم والله عامل شبه الكيكة. ده بفعل البيكنج باودر اللي انا حطيت، المعلقة الصغيرة اللي انا حطيتها. العيش تحفة وطري، محتاجش حتى ان انا اغطيه بعد ما بيطلع. المفروض بتغطيه عشان خاطر يطرى، لا هو مش محتاج. وبصوا من جوه اللهم بارك اللحمة جوسي كده من جوه وزي العسل. بصوا انا بوريكم للعيش طري ازاي، انا مكنتش قادرة امسكه لانه سخن قوي، بس كان جبار. والصدق برضو كان حلو قوي. الرغيف ده اتفتح مني من فوق لان كان الحشوة تقيلة قوي، وانا بقلبه اتفتح مني. بس طبعا على مين هو ما شاء الله اتنسف يعني. بصوا انا بوريكم العيش من جوه عامل ازاي، في البابة كده، وكان طعمه زي العسل. امشي كده بطريقتي وهيعجبك قوي الطريقة دي. انا هنا معاكم بقلب رغيف. بصوا مش قادرة اشيله لان كان تقيل قوي وانا كنت بايد واحدة بصور، بس برضو على مين قلبته. الجيش قالك اتصرف. بس بوريكم من تحت عامل ازاي. بصوا الجمال وبصوا اللون، انا بحب قوي اللون ده في العيش. وهنا اللهم بارك كنت خلصت، وجربوه كده بطريقتي واكتبوا لي في التعليقات يا حبايبي.